دي بقى اسمها غزوة بني قريظة. طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في 3000 كله خرج إلى بني قريظة. طبعا شيء عجيب جدا جدا. يعني السؤال بقى ليه ربنا أخر الريح دي؟ أوليس كان قادرا أن يأتي بها في يوم الأول لمجيئهم؟ وده السؤال ولازم تكون عارف الإجابة. ليه ربنا أخر الريح؟ مش محتاجين قتال ولا حد، ريح والملائكة خلاص خلص من أول ما جم، بدل الأذى والبهدلة اللي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة. نقول له أنت لا مؤاخذة أهبل، لأن دي عبوديات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. رأينا في الدرس الماضي إيه الخوف اللي كان حاصل وإيه الجوع اللي كان حاصل. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ده امتحان للصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. دي سنة ربانية لا تتخلف. خلاص دي بداية. ثم الحكمة الثانية البالغة، تأخر ليه الريح دي؟ تأخرت ليه؟ لغاية لما حيي بن أخطب يرد إلى بني قريظة ويجعلهم يغدرون وينقضون العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تبقى بني قريظة لقمة سائغة، غنيمة عظيمة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، حاجة تعوض الأيام اللي شافوها في الأحزاب. شاف حكمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التأجيل كان لحكمة بالغة. حكمة أيضا قد تكون أعلى من كل هذا، ظهور النفاق على هذا النحو المذكور في السورة وبكلامهم. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ليه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. مسألة القتل دي مرجع هتموت في المكان ده في الوقت ده، انسى. ده المالك بقى، ده مالك الأرض الحكم بكده. للأسف احنا بننسى هذه الحقيقة، هم يضعف الإيمان وبيطلع مننا مخازي. فالآية بتقول كده، قل لن ينفعكم الفرار. انت بتفر الموت أو لو القتل مش هينفعك. ليه؟ لأن الموت والقتل هيجي لك في اللحظة والمكان والكيفية التي قدرها الله عز وجل. ده مكتوبة وأنت في بطن أمك لا تعرف ولا تعلم شيئا، مسجلة معك واشتهر على ألسنة الناس. اللي مكتوب على الجبين لازم تراه العين. يبقى خلصنا من بني قريظة، المدينة طهرت من اليهود خلاص، واخد بالك؟ وغنمنا منهم غنائم رهيبة كما ذكرت شيئا منها في الأسبوع الماضي. عدة عسكرية، أموال، أرض لم تطعوها، وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. وهنا بقى وكان الله على كل شيء قديرا. فنقول إذا جاء الله بوعده الآن فسيكون. كيف؟ فقل إنما الغيب لله. ربنا هيجي كيف يأتي بأمره وسيأتي بأمره يقينا. لكن ما تأديك شفت ريحة كان يمكن أول ريح من أول يوم، إنما ظل شوف كم يوم، حصرت 30 يوم ومع الشدة دي لغاية ما بني قريظة تنقض ويكون النتيجة دي يخلص منهم، يغنم أموالهم ونسائهم وذراريهم، وتبقى المسألة 100 كما رأيتم. أليس هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل؟ كل شيء بحكمة وكل شيء بقدر. فلا تستعجل على الله، لأن لله في خلقه شؤون. في ناس كتير لسه ربنا عايز يتخذهم شهداء، وفي ناس يريد الله أن يخلدهم في النار ويقيم عليهم الحجة منها، وأن يظهر نفاق المنافقين بالملايين. الآن نفاقهم يثبت ويظهر، مع أنه يصلي ويصوم وراح يعمل عمرة وعامل عمك الحج. اللي مش فاهم هعمل له إيه؟ أنا شرحت، عد إلى الدرس اسمعه مرة أخرى وستعلم بإذن الله عز وجل. حكم عالية، تدبيرات عالية جدا لله عز وجل.